لو انت مالك من مجموعه ام جي او بتفكر تشتريها فانت 90% هتواجه المشاكل دي. وانت ماشي بالعربيه هتسمع اصوات تلففك حوالين نفسك، وفي الاخر تروح لكعبول او كلباله وانت ونصيب، تيجي في عفشه، تيجي في مكنه، في تيس، هو ومزاجه. وده عشان اللي قلت لك عليه قبل كده، ان الفحص السريع والمبدئي للاعطال بيوصلنا لكده. ايه اشهر الاصوات اللي بتواجهك وتتشخص ازاي؟ معظم الناس بتشخصها غلط لانها ممكن تكون صوت الفبره تدخلك عفشه كامله، في الاخر بيبقى مسمار بسيط جدا محتاج يتربط. كاصوات ام جي وكمشاكل ام جي فهي كتيره جدا، فيها في الفتيس وفيها في المكنه وفيها في العفشه. خلينا في الفتيس، ايه اشهر صوت جالك ممكن يكون مربوط بثلاث اربع حاجات وبيتشخص معظم الوقت بره غلط؟ في السكس مثلا الصوت بتاع بليه الفلوم، يعني حاجه بسيطه جدا بتحسس اللي سايق او اللي بيشخص انه عنده طقم كلاتش، قطعه مثلا ب 1000 جنيه تدخلك في 60 70 عشان هي العربيه جنيه. مشهوره بالكلاتشات بالظبط. انما كام جي 5 فيها اصوات زي ترومبه زيت الفيس، ده برضو عيب مشهور جدا في الام جي 5، بس الناس بتشخصه بقى من اي حاجه. لو في صوت الفتيس في الكورونا بلي الداخلي للفتيس كله بيحدف على الترومبه. في لاج طبيعي في الام جي 5 ده في بدايه الطلعه، اي فتيس سي في تي في اللاج ده. في الفايف عندنا بيبقى زياده شويه علشان وانت ماشي كده دواسه البنزين بتفصل خالص، مفيش صوت مفيش سحب معانا، المكنه صوتها بيعلي بس العربيه ما تمشيش، تبقى ان الدواسه فصلت خلاص ولمبه الشيك ايده تطفي قدامك، بعد كده تثبت ان هي قايده، ولو بطلت ودورت هتلاقي العربيه تمام بس اللمبه منوره معاك، فتيجي تكشف مسجل معاك علبه فتيس، والمشكله مش في العلبه، المشكله في علبه الفلوس. حساسيه الفي في تي ده روح المكنه بان هي بتقيس كميه الزيت اللي طالعه للكامات، طبعا بتعمل ان هي مصفى وروحها الزيت، فلو الزيت مش كويس هيسجل معانا في في تي وهيكتم العربيه وهيدخلنا في قصه ثانيه ان انت تحل الحساس وتغيره تعمل قصه، وبتحل الحساس وبتلاقي عليه رايش، دي قصه ثانيه برضه. ممكن تكون في مصيبه جوه المكنه. الفي في تي بيدلنا على اللي جوه فيه ايه، فهو مبشر وبرضه في نفس الوقت بيقلق. عشان كده دايما بقول وبعيد وازيد، ما تروحش الكعبول ولا كلباله، وتروح لحد متخصص عارف يعني ايه خطوات فحص. وكده كده لو عطلت انت عارف هتعمل ايه، هتسال محرك. سلام.